الصينية دي بقى في حتة تانية خالص. يلا بينا نعمل الوراك بطريقة مختلفة ولذيذة. هنحشي الوراك بتاعتنا وهنشوف هنعمل ايه بمنتهى البساطة. بس اوعي تنسي وانتي داخلة معايا اشتركي عندي لو لسه مش مشتركة واضغطي لايك. اول حاجة بنعملها ان احنا بنتبل الوراك بتاعتنا، وتتبيلة الوراك بصل وطماطم مبشورين وهريسة فلفل حلو او حامي زي ما تحبي. ممكن تبشريهم في الكبة او في المبشرة. اما التوابل بتاعتنا يبقى ملح وفلفل اسود وبابريكا وبهار فراخ وبهارات مشكلة ونص مكعب مرقة وحوالي معلقتين كبار من الزيت. هنقلب بس كل ده مع بعض، اللي هو البصل والطماطم وهريسة الفلفل ومع التوابل كله بس يمتزج مع بعضه. او ممكن نعمل ده في طبق خارجي وبعدين نضيفه على الوراك زي ما تحبوا. وبعدين هنبتدي نتبل الوراك بتاعتنا تماما، من جوه الجلد تحت الجلد كده، ومن بره ومن جوه ومن ورا ومن قدام وكل حتة. بعدين بقى نغطيها ونسيبها على جنب في التتبيلة ونشوف هنعمل ايه بعد كده. حطيت سمنة على زيت ونزلت ببصلة وبعدين فضلت اقلب فيها كده لحد ما دبلت وخدت معايا لون خفيف. بعدين نزلت بنفس البهارات اللي حطيتها على التتبيلة، بس هنزود عليها قرفة. انا حطيت قرفة عود او قرفة خشب، فانتوا ممكن تحطوا قرفة عادية بودر لو ما عندكوش يعني. وقلبت التوابل دي مع البصلة لحد كده ما ريحتها طلعت وشميت الروايح الجميلة. ونزلت بالرز، فضلت اقلب في الرز مجرد ما سخن نزلت بالمية بتاعتي. واول ما غليت عندي وطيت وغطيت وحطيت الشياطة. بمجرد ما يتشرب المية بتاعته هنبتدي ناخد منه بقى شوية كده علشان هنحشي بيه الوراك بتاعتنا، ونسيبهم يبردوا كده على جنب. وبعدين الباقي بتاع الرز هنسيبه يكمل سوا عادي خالص. هنا بقى قطعت بصل شرائح، طماطم شرائح، بطاطس شرائح، فلفل شرائح، ممكن كمان فلفل الوان، ممكن جزر، ممكن كوسة. كل ده يتقطع شرائح ونحطهم معاهم مفيش مشكلة. نفس التوابل اللي ذكرناها برضو في الاول وفي الرز هنحطها تاني على نفس الخضار. وكوباية طماطم مضروبة في الكبة. وبعدين قلبت بقى كل الخضار بالتوابل بكل ده مع بعضه كويس قوي. هنا هنبتدي بقى نحشي الوراك بتاعتنا. الرز ده علشان انجز فيه ويبرد معايا بسرعة دخلته على التلاجة لحد ما خلصت كل ده وطلعته. هنحشي بقى الوراك بتاعتنا بالكامل كلها. ندخل الرز في كل مكان في الوراك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما بحشيها وبحط الرز فيها كلها ببتدي اضغطها بالشكل ده علشان بس كلها تبقى متساوية عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين بنرص بقى الوراك بتاعتنا في الصينية فوق الخضار بتاعنا. هنبتدي بس نحط معلقة سمن كده ونوزعها في الصينية بتاعتنا، ومغرفة واحدة من الشوربة، او نستغنى عن مغرفة الشوربة مفيش مشكلة. كده كده الوراك بتاعتنا هتنزل بقى كل حاجة وبهارزها وهتبقى تمام جدا. وعلى الفرن بتاعنا درجة حرارة متوسطة بنغطيها كويس قوي زي ما شايفين كده. طبعا تحت ورق الفويل ده فيه ورق زبدة. بعد ساعة بتفتحي عليها هتشوفي الخضار استوى وهي استوت. هتشيلي الغطا منها وهتسيبيها تاخد اللون ده، مش هنشغل الشواية، هي هتاخد اللون مع نفسها. لقيتيها لسه مستوتش غطيها تاني وسيبيها لحد ما تلاقيها استوت. هتشيلي الغطا عشان تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. مش قادرة بقى اوصف لكم جمالها وطعمها وكل حاجة فيها لذيذة. والخضار كمان جميل زي ما قلت لكم، نقدر نضيف خضار تاني زي اللي ذكرته. طبعا دايبه دوب، اللحم بتاعها كده دايب دوب، والرز طعمه حلو قوي، وكمان الخضار طعمه حلو قوي. كل حاجه فيها تجنن. جربيها وان شاء الله هتعجبك. اتمنى اكون قدرت افيدكم، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغطي لايك وشير وسبسكرايب. وباي باي، اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.